المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. اختتام منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا. مزارعات شعب يعملن من أجل رفع الإنتاجية. دعوة لتطوير عيادة قلب. تركيا وروسيا وإيران تتعهد بالعمل من أجل استقرار سوريا. المحكمة البرازيلية العليا توافق على سجن الرئيس السابق لولا. واستمرارات المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتمت فعاليات المنتدى الرابع عشر لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا، الذي التأم في الفترة من 29 من مارس المنصرم وحتى 2 من أبريل الجاري، تحت شعار دورنا في صندوق الموارد المهنية والاقتصادية للبلاد، بإصدار بيان ختامي. وقدمت في المنتدى الذي شارك فيه وفد الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وفد عالي المستوى والسفراء وممثلي المنظمات الوطنية والشعبية القادمين من مختلف الدول الأوروبية والأفريقية والأمريكية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أصدقاء إريتريا. قدمت أوراق عمل بحثية وسيمينارات توضح سبل القدرات المهنية والاقتصادية للشباب المقيمين في المهجر في المهام الآنية للتنمية والتصدي. وبحث وقيم المنتدى نشاط ومهام التنظيم بالنظر للأوضاع الراهنة في البلاد وأولويات التنمية الاقتصادية وكافة جوانب مشاركة الجبهة الرابعة. وفي هذا الإطار قرر المنتدى العمل باهتمام في التنمية الاقتصادية ودعم الجهود الحكومية لخلق جوار آمن والارتقاء بوعي التصدي للعدائيات، وعمل الجبهة الرابعة عبر خطة واضحة لتسخير قدرات الشباب الإريتريين في الخارج وعكس الصورة الحقيقية لإريتريا تحت إشراف وتنسيق اللجنة المركزية للتنظيم. وقد عقد تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا إلى جانب المنتدى مؤتمره الثالث، واستمع إلى تقرير اللجنة المركزية وانتخب لجنة مركزية جديدة لسنتين. من جهة أخرى، عقد في مدينة أتلانتا المؤتمر الإقليمي السنوي للمنظمات الوطنية والشعبية في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار مستقبلنا مشرق، ونزيد وتيرة السرعة على تقدمنا. وبحث المؤتمر الذي أشرفت عليه اللجنة الوطنية بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية المهام التي تنظمها وتسيرها تلك المنظمات، بالإضافة إلى الإيجابيات والتحديات. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني كبراهيوت توضيحا مفصلا حول الأنشطة الدبلوماسية الإريترية وتطوراتها ودورها في مساهمة المواطنين المقيمين في المهجر في برامج التنمية والتصدي. بدورهم تبرع المشاركون ب 131 ألف ب 13,130 ألف دولار لشراء 101 من لوحات القراءة الإلكترونية، بهدف إنجاح البرامج الموجهة لتطوير قراءة الطلاب في إريتريا على لوحات القراءة الإلكترونية. أوضحت مزارعات مديرية الشعب عن العمل بقوة لإنجاح أنشطة النفير الجارية لصيانة الحواجز المائية التي جرفتها السيول بهدف رفع الإنتاج والإنتاجية. وأكدت المزارعات على أهمية المشاركة النسوية في الجهود المجتمعية لاستقلال الموارد والاعتماد على الذات في الغذاء. وأشرنا إلى الخبرة التي اكتسبناها والتشجيع الذي لقيناه للاستفادة من الأراضي الزراعية الواسعة في المديرية وتنميتها. دعا مسؤول عيادة قلب الممرض سمري لتطوير العيادة من أجل تلبية الخدمات الصحية، خاصة مع الكثافة الموجودة بعد ترحيل سكان شعب إلى المنطقة. وقال أن سكان مديرية قلب يبلغ حوالي 45 ألف نسمة في الوقت العادي، يضاف إليهم 35 ألف من سكان مديرية الشعب الرحل إلى قلب ليبلغ العدد الكلي حوالي 80 ألف، مما يشكل ضغطا على العيادة، داعيا لاهتمام وتعزيز العيادة بالقدرات البشرية والأدوية. وأوضح بأن تجميع القرى يسهم في توسيع الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية كانت تقدم في الفترة الماضية
بتجول الكادر الصحي إلى ضواحي زين وكالوغ ومذباط، وبعد فتحة عيادة رورا منسع عام 2016 مكن من حصول السكان على الخدمات عن قرب. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسب الدكتور كساتي برهان سلمون في اتصال مع وكالة الأنباء الإريترية أن الحل الجذري يكمن في إكمال بناء مستشفى قلب العمومي الذي بدأ العمل فيه قبل 5 سنوات ولم يكتمل بعد، داعيا للإسراع في بناء المستشفى. وذكر عن إقامة مختبر صحي وتجهيزه بالقدرات البشرية ويبدأ عمله قريبا، ومنح الأولوية للأدوية والمهنيين وضعا في الاعتبار الكثافة السكانية. من ناحية ثانية حققت حملات إصحاح البيئة في مديرية قلب نتائج مرضية لضمان الصحة العامة. نظم فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط دورة صحية لأكثر من 170 من المعلمين تساعد على متابعة صحة الطلاب. وقال مسؤول متابعة الطلاب الأستاذ إفريم سيوم إن الهدف من الدورة هو إكساب المعلمين معارف مبدئية حول أمراض تصيب العين والأذن والحنجرة والجلد التي تطرأ على الطلاب، وكذلك تهيئة أرضية صلبة للإبلاغ السريع للآباء والمهنيين الصحيين حول تلك الإشكاليات. وأوصى كل من مسؤول وحدة الصحة البيئية في فرع وزارة الصحة السيد أبراهام بلاي وأخصائي أمراض الجلد في مستشفى حليبة الدكتور شوماي أبرنيوس في السيمينار الذي قدماه، أوصي الطلاب لتعزيز ضمان نظافتهم ونظافة أدوات الطعام لسلامتهم من الأمراض. قال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محاري أبراهام أن حملات التعبئة الجارية بتعاون جمعية المتبرعين الطوعيين للدم وبنك الدم في الإقليم الجنوبي تعزز في الدفع بالتبرع. وأوضح أن التبرع بأكثر من 506 وحدة دم في حملة التعبئة التي جرت من 26 وحتى 30 من مارس بالمدارس الثانوية في مندفر وعد خالة يعكس الوعي المتنامي. وذكر رئيس الجمعية أو رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس أن الجمعية تعمل باهتمام لإرساء التبرع بالدم كثقافة وتوفير الدم لمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي، وأن الفروع المقامة في مديريات دقم حري وعد خالة ودبروة تسهم جيدا في هذا المجال. في غضون ذلك تم إقامة فرع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في مديرية دبروة، وشهدت المناسبة توضيحا حول أهمية التبرع بالدم وفوائده. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط عن نمو أكثر من 2000 شجرة نخيل تم زراعتها بالمشاركة المجتمعية في مناطق أسمرة عام 2012. وأوضح مسؤول وحدة الأشجار والحدائق في الإقليم الأوسط السيد هبتي محاري وأشار إلى أن الوحدة وفرت اللوازم المطلوبة والقدرات البشرية لإنجاح البرنامج، وتخصيص أكثر من 120 عاملا لرعاية الأشجار وحراستها و5 شاحنات صهاريج مياه لريها، ودعا السكان لمواصلة العناية بالأشجار والحدائق. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي تعهدت تركيا وإيران وروسيا بتسريع الجهود لبسط الاستقرار في سوريا، وأكدت التزامها المشترك تجاه الدولة بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال سحب القوات الأمريكية. وذكر بيان للبلدان الثلاثة بعد اجتماع قمة في أنقرة أنها عازمة على تسريع جهودها لضمان الهدوء على الأرض في سوريا، ورغم أن قرار الدول بالعمل المشترك لم يقدم شيئا يذكر لتقليل العنف في سوريا لأسباب منها تدخل هذه الدول عسكريا في الحرب على جبهات متعارضة، إلا أنه يشير إلى دورها المحوري مع تزايد الشكوك بشأن التزام واشنطن. ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله لرئيسي تركيا وروسيا إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السوري. وركز أردوغان وهو يجلس بجوار بوتين وروحاني على قضايا تتفق فيها الأطراف الثلاثة، وقال إن تركيا ترقب في بناء مستشفى متنقل للمساعدة في علاج المدنيين النازحين من مناطق كانت خاضعة للمعارضة في القوط الشرقية على مشارف دمشق وسيطر عليها الجيش السوري.
رفضت المحكمة العليا في البرازيل التماسا قدمه لويس إناسو لودا دا سيلفا سعيا لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن صادرا بحقه بانتظار استنفاذ كل فرص الطعن المتاحة أمامه، ما يعني أن الرئيس الأسبق قد يدخل السجن في غضون أيام، غير أن هذا القرار لم يكن موضع إجماع على الإطلاق، إذ لم يصدر إلا ب6 أصوات مقابل 5 أصوات بعد مداولات استمرت 11 ساعة قبل 6 أشهر من انتخابات رئاسية يتصدر فيها لولا استطلاعات الرأي. لكن يبقى أن قرار المحكمة العليا يشكل انتصارا كبيرا للادعاء العام في القضية المعروفة باسم القصيل السريع أو القصل السريع، التي كشفت عن فضيحة فساد هائلة تطال سياسيين من كل التوجهات. وكان لولا المحكوم بالسجن لمدة 12 عاما وشهر يأمل أن تسمح له المحكمة العليا بالبقاء خارج السجن إلى حين نفاذ كل فرص الطعن المتاحة له. شاركت فرق المشاة البحرية الكورية الجنوبية في المناورات العسكرية المشتركة التي تقام بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بوهانج لتعزيز الاستعداد القتالي للبلدين لدعم القوات في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية. وفي وقت سابق انطلقت في شبه الجزيرة الكورية مناورات فرخ النسر العسكرية بين قوات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حسب مسؤولين رسميين. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء في كوريا الجنوبية عن مسؤولين بوزارة الدفاع أن التدريبات الميدانية المشتركة يشارك فيها 11,500 جندي من أمريكا ونحو 300,000 من كوريا الجنوبية. وأضاف أن المسؤولين أن المناورات العسكرية تستمر لمدة 4 أسابيع بمشاركة السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية USS واسب وحاملة الطائرات الأمريكية. قالت البحرين إن حقلا للنفط اكتشف مؤخرا يحوي على نحو 80 مليار برميل من النفط، وهو الأضخم بالنسبة للاحتياطات الحالية للمملكة. كما تشير تقديرات شركتين أمريكتين إلى وجود 280 مليار إلى 560 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حوض خليج البحرين. وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني إنه ليس من المعروف حتى الآن حجم النفط الذي يمكن استخراجه من الحقل، ويمكن للحقل النفطي الجديد أن يلعب دورا رئيسيا في السوق العالمية. وكانت البحرين قبل اكتشاف الحقل الجديد تمتلك احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو 125 برميل أو مليون برميل و92 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتنتج البحرين حاليا نحو 50,000 برميل من النفط يوميا من حقل البحرين الذي اكتشف عام 1932، كما تنتج 150,000 برميل أخرى يوميا من حقل أبو سعفة بالمشاركة مع السعودية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.